أنا مي متولي، طالبة في إعلام، اللي توجهت لها الاعتداء ده من الضابط عمرو سعد أبو اليزيد. ده مقدم في مرور الدقي أو مرور الجيزة أو أي حتة بقى من الحاجات دي، عشان احنا مش عارفة أوصل هو فين بالظبط. دي مي اللي حصل عليها الاعتداء. أول حاجة هتكلم عليها، أنا هتكلم من الآخر، اللي هو اول ما نزلوا خبر ان انا في ممثله اعتدت على ضابط وكانت سكرانه وكانت ماشيه بعربيتها، وهم خافوا على ارواح الناس مني علشان انا كنت ماشيه فاقده الوعي يعني. طيب مبدئيا الواقعه دي حصلت في شارع جامعه الدول قدام مصطفى محمود، وبتهيألي الناس تعلم يعني ايه مصطفى محمود ويعني ايه جامعه الدول. الحته دي ما ينفعش ان انا اتجاوز فيها السرعه اصلا، عشان دي مش هاي واي، دي حته لازم امشي فيها بطيء جدا، بالاخص لو فيها لجنه. تاني حاجه ان انا مخموره او ان انا سكرانه، فحسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي اي حد ممكن يقول عليا كده، علشان بس ان انا ممثله، ان انا مي صالح الممثله. انا هنا بصفتي مي متولي الطالبه، مش مي صالح الممثله. وحتى لو ممثله ده مش حاجه تدني ان انا ابقى سكرانه، والتقرير الطبي قال ان انا مش سكرانه، فحسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي اي حد يشهر بني ادمه كويسه. عايزه اقول ان اللي حصل ان عديت الدخله الكمين، فظابط وقفني قال لي انت داخله بسرعه، قلت له اكيد مش هينفع ادخل بسرعه الكمين يعني. الناس اكيد الناس اللي في المهندسين، الناس اللي بتنزل المكان ده عارفه يعني ايه الحته دي ما ينفعش امشيها بسرعه، بالاخص لو فيها لجنه. وبعدين قال لي طب هاتي رخصك وقفي على جنب. انا عارفه كويس قوي ان انا عندي مشكله عشان العربيه، ان انا مش مجدده الرخص، فاكيد مش هعمل اي مشكله ثانيه تدني او اي مشكله ثانيه ما اعرفش اخد بيها الرخص. فخد الرخص الضابط الثاني اللي هو لابس اسود، مش لابس حتى لبس الضباط الابيض اللي هم لابسينه في الصيف يعني. وانا رحت استسمحه زي اي حد في الدنيا لما يقف في كمين. شكل الجسماني للضابط ده شكله الجسماني يعني قوي مثلا؟ لا مش هعرف ينفع تضربيه يعني؟ ينفع والله، هو شكله جسماني لو صغير او كبير ما اعرفش اضربه، وانا ما اعرفش اضرب راجل عادي، فما بالك بضابط وواقف في كمين وحواليه عساكر يعني. اكيد انا مش مختله عشان اعمل ده، اكيد ما ضربتوش يعني، اكيد ما ضربتوش. هو قال انك ضربتيه واعتديتي عليه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، مش هقول غير كده. لما خد الرخص رحت استسمحه، اقول له بعد اذنك وحضرتك شايف وانا اسفه وانا غلطانه ان رخصي منتهيه، اوعدك ان انا هغيرها، بس حضرتك شايف ظروف البلد، حتى اتكلم معاه بالراحه يعني. راح قال لي بروح امك انا هنظف البلد منك ومن امثالك، وقال لي كده بطريقته. اولا مش من حقه ان هو يقول لي ده. قال لك كده باللفظ؟ قال لي كده باللفظ، والفاظ ثانيه كتير جدا شتمني بامي وباهلي وبيا وحاجات كتير كده. حسبي الله ونعم الوكيل، في حاجات مش هينفع اقولها. امال ايه حكايه ان انت مش محجبه فقال لك اتخانق معاكي عشان كده؟ لا دي حاجات اقاويل بينا وبين بعض. انا عايزه اقول الحاجات الاساس اللي حصلت. لا ما انا عايزه اعرف، هو قال لك انت مش محجبه لا ما قاليش انا الكلام ده، قال لامي. سيبينا بس يا جميله، خلينا نتكلم دلوقتي في الاساس بليز ارجوكي، عشان انا اول مره اطلع اتكلم في الموضوع ده، عشان لقيت الاقاويل كتير قوي عليا وناس ظالميني كتير قوي. اتفضلي. لما اخذ الرخص واستسمحته وقلت له كده، وهو رد عليا الرد ده، من حق اي بني ادم في الدنيا ان هو ينفعل على كلمه زي دي، مش بس عشان انا بنت وعشان انا واحده في الشارع. لو اي حد اتوجهت له اهانه زي دي هيرد، واحنا عارفين كويس قوي احنا مش عيال صغيره عشان نقعد نقول لا وما ينفعش وما ترديش وبتاع. لازم تردوا، لازم اي حد في الدنيا لو توجهت له لو انا واحده صاحبتي شتمتني هشتمها، ما بالك بظابط في الشارع بيقول لك كذا. سوري يعني انا اسفه، انا واقفه في لجنه مرور، مش في حاجه مخله بالاداب عشان يجي يقول لي كلمه زي دي. بعد كده طبعا انفعلت وهو انفعل، ببص كده لقيت حد بيصورني بالكاميرا وانا في قمه انفعالي، فرايحه للحد ده اللي بيصورني بالكاميرا، لقيته هو الظابط اللي انا عامله معاه نفس المشكله، هو اللي واقف بيصورني. اول مره في حياتي اشوف ظابط مرور في كمين بيصور بني ادمه يعني، او بيصور ناس يعني عاديين خلاص، مش بكاميرا موبايل، لا بكاميرا ديجيتال يعني كاميرا عاديه جدا. رحت اخد منه الكاميرا واقول له انت ازاي بتصورني؟ لسه بمد ايدي ياخد الكاميرا، راح جايبني من شعري وتحت رجليه بقى، وضرب وشلاليت واهانات، وهو والعساكر بتوعه ويعني بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. مهما غلطت، مهما اسأت، مهما كنت بني ادمه مش كويسه في نظره، فمش من حقه ان هو يضربني ولا يمد ايده عليا. واي واحد بيقول لي انت استفزتيه، واي واحد بيقول لي انت اللي وصلتي لي النقطه دي، لو انا واحده من اهل بيتك وحصل معاها كده، انت مش هتقبل ان ده يحصل لها. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد
ظالمني وفاكر ان انا البني ادمه مش كويسه. مش هقول غير والناس كده. ما حدش حاش عنك؟ ناس حشت عني كتير قوي اكيد طبعا، بس وناس يعني بعدوا عني، بس انا اغمى عليا وفوقت لقيت نفسي حد ساق عربيتي وودانا اسم الدقي. فوقت لقيت نفسي هناك، ولو كان معايا شهود كتير جدا يشهدوا على الواقعه دي. هو قال ان انا كنت سكرانه وحولني للطبيب الشرعي او الطبيب الطبي، مش عارفه هم اسمهم ايه، انا لا افقه اي شيء، لا افقه اي حاجه في الحاجات دي. واحنا رايحين المستشفى عشان يتعمل لنا التحليل ده، قال لكل الشهود اللي كانوا معايا احنا خلاص اتصالحنا وان مفيش اي حاجه، عشان كده الشهود كلهم مشوا. يعني هو مشى الشهود؟ مشاهم وقال لهم كده. رحت المستشفى وعملت التقرير، والحمد لله التقرير طلع ان انا ما فيهاش حاجه ومش سكرانه، عشان دي الحقيقه، عشان حسبي الله ونعم الوكيل فيه، عشان هو عملها لي. الكلام ده حصل الساعه 1:15 وهو اثبتها بعد الحظر علشان يدني وعشان يحولني محكمه عسكريه، وهو قال كده خلاص. الشهود اللي معايا اللي قالوا ان هم كانوا بيصلوا الفجر ايه الساعه 1:15، ده الشهود اللي ضدك؟ اللي ضدي. فجر ايه الساعه 1:15، دي حاجه. الحاجه الثانيه، حتى لو ده بعد الحظر وانت عملت لي قضيه عسكريه عشان ده بعد الحظر، طب ما عملت لهمش هم كمان قواضي عسكريه ليه؟ عشان هم كمان بعد الحظر وقالوا لي عشان شهودك. ربنا كبير قوي. مهما انا عارفه ان في ناس واقفه جنبي كتير طب الشهود بتوعك يا مي مش عارفه؟ الشهود بتاعي الشاهد بتاعي ربنا، انا مش عارفه اجيب شهود ومش عارفه اجيب شهود. لا، لاني انا كنت يعني بصي انا بصي مهما حكيت لك محدش هيعرف انا كان فيا ايه، محدش هيعرف يعني ايه بنت تتضرب في الشارع، محدش هيعرف يعني ايه اتحطت ايدي كلبشات واطلع البوكس، محدش هيعرف يعني ايه اتحبست يومين في اسم الدقي والظباط بيدخلوا كل واحد يدخل فيهم يقول لي يا بنت انت جايه هنا في قضيه ايه؟ كاني جايه في اداب. بجد حسبي الله ونعم الوكيل، بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ولما امي كلمته عشان الناس كلها قالت انه ما ينفعش القضيه دي تخلص غير بالتصالح، قال لها انا قاصد اودي بنتك محكمه عسكريه عشان تاخد حكم بسرعه، عشان هم ما عندهمش نقض واستئناف بيدوا الحكم ما بيتراجعوش فيه. بنتك دي مش متربيه وما عندكمش رجاله في عيلتكم يربوها، بنتك دي لازم تترجم بالنار، بنتك دي لو طلعت من القضيه دي براءه انا هقتلها لك. وانا لازم اقول لكم التهديد ده، انا لو حصل لي حاجه لا قدر الله ولا حصل لاخواتي او امي حاجه يبقى منه هو قال لامي كده، قال لها لو بنتك طلعت براءه من القضيه دي او خرجت انا هقتلها لك. قال كده. بجد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا يا جماعه يا اللي ضدي محدش فيكم شاف اللي انا شفته. بجد انا لو واحده من اهل بيت واحد فيكم محدش فيكم هيقدر يحصل فيها كده. انا اتبهدلت واتدمرت، انا محتاجه اتعالج نفسيا 20 سنه قدام عشان اعرف ارجع بني ادمه طبيعيه، ارجع اتعامل مع الناس تاني. وكل ده ليه؟ جريمتي ايه؟ ان رخصتي منتهيه. طب يا ترى احنا رايحين على فين؟ الدنيا دي موديانا على فين؟ الشهداء اللي ماتوا دول راحوا فين؟ دمهم راح فين؟ انا دلوقتي بقول لاهالي الشهداء كلهم بجد عايزاكم تلطموا وعايزاكم تصوتوا ان دم ولادكم راح هدر، دم ولادكم راح هدر. حاجه مهمه جدا، احنا اول القضيه لما الناس كلها قالت ان القضيه دي مش هينفع تخلص غير لو الضابط اتنازل، واحنا حاولنا نتنازل حاولنا ان احنا نوصل له علشان يتنازل. ولما كلم امي وبهدلها في التليفون، وامي وصلت لدرجه انها قالت له يا ابني ابوس رجلك لو انت عارف ربنا، انت عارف ربنا زي ما انت بتقول وكل الناس تقول عنك ان انت على خلق وبتاع، ماشي، لو انت عارف ربنا هتعرف يعني انت. واحده زي دي ست زي مامتك بتتوسل لك وبتقول لك الكلام ده، فانت قلت لها بنتك بهدلتني وانا انا راجل صعيدي وما ينفعش ان واحده تمد ايديها عليا، والسديد اللي بنتك بتشتمني فيه، السديد ده اللي صورته، السديد ده انت اللي بتشهر ببنتها عشانه، السديد ده حسبي الله ونعم الوكيل فيك عشان كل اللي فيه غلط. والمحكمه ان شاء الله هتثبت ده. بجد انا عايزه اقول لك ان ربنا كبير قوي. وانا احنا لما جينا عشان نتصالح مش عشان احنا غلطانين، عشان نخلص القضيه دي، عشان ما ينفعش بنت يعني تدخل محكمه عسكريه ورؤوس الفساد كلهم واخدين محاكمه عاديه ومحكمه عاديه. يعني ايه بنت ممسوكه ايه؟ يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيك ان خلتني اقول الالفاظ السيئه دي. بنت واقفه في لجنه مرور تبقى في محكمه عسكريه ورؤوس الفساد كلهم قاعدين في الفور سيزونز، السجون الفور سيزونز كلها بيتحاكموا محاكمه مدنيه، وبيتحاكموا محاكمه مدنيه. ازاي؟
ازاي انا يعني انا مش عارفه اكلم مين، يعني انا مش حد بعد ربنا غير امي واخواتي، وانتوا كله يعني انا مش عارفه اقول لمين حاجه ومش عارفه اقول للناس ايه. انا مش بستعطف الناس، الناس تعرف كويس قوي الصح من الغلط. انا بنت عاديه جدا، مش عامله اي حاجه في حد، ما عنديش مشكله مع اي حد في الدنيا، عمري ما ضريت حد، لو بضر نفسي ما ضرش اي حد. ربنا كبير قوي، ربنا كبير قوي ان انا مش محجبه ان هو يعمل فيا كده عشان هو اصحابه مسمينه الاخوان المسلمين. محجبه او مش محجبه، انا علاقتي بيني وبين ربنا دي ربنا اللي اعلم بيها. مش هينفع ان انا اطلع دلوقتي اقول لكم اصل انا بعمل لا، انا مش تابعه الشو. علاقتي بيني وبين ربنا دي بيني وبين ربنا. ربنا كبير قوي قوي، واملي فيه كبير فوق الخيال، فوق الخيال بجد. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عمري يا سعد، حسبي الله ونعم الوكيل فيك.